فرعون تتكلم بعد 3000 سنة من موتها وتشهد بصدق القرآن الكريم، فاسمع ما قالته وآخر كلمات فرعون قبل موته. معجزة ظهرت في رمضان وزلزلت العالم بأسره. مومياء فرعون تتكلم وتنطق بعد أكثر من 3000 سنة، فكيف حدث ذلك؟ وما الذي قالته؟ ولما أسلم العالم الذي قام بتحليلها؟ في هذا المقطع سنعرض لكم ما قالته مومياء فرعون، وثم سنريكم شكل فرعون الحقيقي كما كان في عهد موسى عليه السلام، فتابعوا معنا. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا على الاستمرار. خلق الله تعالى العديد من الملوك وأعطاهم ملك الأرض بما فيها وملكهم مشارق الأرض ومغاربها، حتى أصبح كل من في الأرض تابعا لهم وطوع أمرهم. ولعل أحقر وأعتى أولئك الملوك هو فرعون نبي الله موسى عليه السلام، أحد أغنى وأقوى الملوك على مر التاريخ، والذي ما زالت آثار ملكه وملك آبائه باقية إلى الآن. وبدلا من أن يشكر فرعون ربه ويحمده على نعمه، ادعى بأنه رب الناس وخالق الكون، ولم يكن يعلم بأن الله سينتقم منه شر انتقام، وأنه سيأتي عليه وقت يصبح فيه عبرة لكل جبار وطاغية حتى نهاية الزمن. واليوم وبعد مضي أكثر من 3000 سنة على موته، حدثت مفاجأة هائلة لم يكن أحد يتوقع حدوثها. فقد تمكن العلماء من جعل جثة فرعون تتكلم ليسمعوا ويعلموا آخر ما كان يقوله قبل موته وآخر صوت نطق به أثناء خروج روحه. فقد تمكن العلماء من تحليل حنجرة الفرعون واستنساخها بعد اكتشافهم لطريقة تمكنهم من إعادة إصلاح حنجرته لتعود وتنطق بآخر ما كانت تقوله قبل 3000 سنة. فاسمعوا صوت الطاغية وآخر صوت خرج منه عند موته. فقد كان هذا الطاغية يستنجد ويتأوه عند موته ويطلب الرحمة من الله تعالى. وقد ذكر الله تعالى أن فرعون عندما أدرك أنه ميت لا محالة آمن بالله تعالى. قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن الله عز وجل لم يقبل توبته وإيمانه لأنها جاءت متأخرة وبعد فوات الأوان. فقال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس ذلك فحسب، بل تمكن العلماء من اكتشاف طريقة تمكنهم من التنبؤ بشكل ووجه فرعون موسى، والشكل الذي كان يبدو عليه أعتى وأكثر الملوك ظلما على وجه التاريخ. فتمكنوا من إعادة تشكيل صورة الفرعون رمسيس الثاني، والذي يعتقد الكثيرون بأنه الفرعون الذي ذكره الله تعالى بالقرآن، والذي تحدى الله وحاول قتل نبيه موسى. فانظروا كيف كان شكل هذا الطاغية عند موته، وشاهدوا كيف كان يبدو في شبابه أيضا وفي عز قوته. فسبحان الله الذي لا يدوم الملك إلا له. وقد يتساءل الكثير من الناس عن كيفية بقاء جثة فرعون وعدم فنائها مع أنها غرقت في البحر عندما أطبق الله تعالى شقي البحر على فرعون وجيشه. وغالب الظن أن مياه البحر قد قذفت جسد فرعون إلى شاطئ مصر، فقام من تبقى من جنوده في مصر بأخذ الجثة وتحنيطها كعادة الملوك في ذلك الزمن، وثم قاموا بدفنها في المقبرة المعدة له مع كنوزه وبقاياه. وبقي قبره مخفيا منذ ذلك الحين حتى اكتشفه بعض الفلاحين مصادفة، وهنا ظهرت هذه الجثة للعلن، وبدأ العلماء بإجراء التجارب عليها ليعلموا ما حدث لها.
وتم نقل هذه المومياء إلى أكبر مركز آثار فرنسي لدراسة طريقة موتها ومحاولة اكتشاف أسرارها. وكان على رأس أولئك العلماء عالم فرنسي شهير يدعى موريس بوكاي. وعندما بدأوا بتشريح الجثة ودراستها واجهوا أمرا غريبا، وهذه هي المعجزة التي أذهلت العلماء وأثبتت صدق القرآن الكريم بما لا يدع مجالا للشك. فبعد أن تم فك الرباط الذي كانت المومياء ملفوفة به، ارتفعت يد المومياء إلى الأعلى وكأنه قد عاد للحياة وقام بتحريك يده، مما سبب خوف الجميع وهلعهم. ولكن الواقع أن يده كانت متيبسة على تلك الهيئة عند موته، وقد أجبر من قام بتحنيطه على تركها هكذا لأنها تيبست بتلك الطريقة. والأمر المريب الآخر أن العلماء قد وجدوا عدة كسور بيد هذه الجثة دون أن يصيب جلدها أي أذى، وذلك يدل أن الكسور ناتجة عن اصطدام قوي، وهو في الواقع ما حدث عندما أغلق الله البحر على فرعون، فقام برفع يده ودرعه للاحتماء به فتكسرت عظام يده. والأمر الأخير والأعجب أن العلماء قد وجدوا آثارا للملح في حلق المومياء وبطنها، ما دل على أن هذا الفرعون قد مات غرقا. فتعجب رئيس العلماء كثيرا لما وجد، فلم يسمع في حياته عن غرق فرعون من الفراعنة من قبل. ولكن أحد العلماء من فريقه كان مسلما، فاقترب من بوكاي وراوى له قصة غرق هذا الفرعون كما وردت في القرآن الكريم، فأصابت الصدمة العالم الفرنسي وأصبح يبحث عن مكان ذكر الفرعون وطريقة موته في القرآن غير مصدق لما سمع. وهذا ما دفعه إلى أن يجمع أغراضه ويسافر إلى مصر ليتابع أبحاثه هناك. وعندها تبين له أن الله تعالى قد ذكر قصة غرق الفرعون فعلا في القرآن الكريم. وهكذا شهدت المومياء بصدق القرآن الكريم غصبا عنها بعد أكثر من 3000 سنة على موتها. وكانت سببا في أن أيقن موريس أن الإسلام هو دين الحق الذي لا ريب فيه، فأعلن إسلامه بكل مكان، وكتب كتابا اسمه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، يتحدث فيه عن تطابق القرآن الكريم مع المكتشفات العلمية. ومن أشهر مقولاته: القرآن فوق المستوى العلمي للعرب، وفوق المستوى العلمي للعالم، وفوق المستوى العلمي للعلماء في العصور اللاحقة، ولا يمكن أن يصدر هذا الكتاب عن أمي. وهذا يدل على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا مؤمنين به تعالى. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بحفظ الله ورعايته.